بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة بسيسة، أو في ناس بتقول عليها كيكة الذرة. تمام؟ وهقولك على سر هيخليها هشة معاكي، ويخلي مسامها ضيقة، ويخليها فاتحة، بمكون واحد موجود في كل بيت. المكون اللي هقولك عليه ده موجود في كل بيت. خليكي معايا لآخر الفيديو عشان تعرفي المكون ده ايه. شايفة جمالها؟ بصي عاملة ازاي، وشها زي ظهرها عاملة ازاي. بصي الهشة بتاعتها، بصي جمالها، بصي بصي بصي. ايه رأيك؟ لو عايزة تعرفي ايه هو المكون ده، بسرعة بسرعة اشتركي في القناة، فعلي زر الجرس، خليه على الاسود عشان يجيلك اشعار بأي فيديو بنزله. ويلا بينا نبدأ. بسم الله. انا معايا 3 بيضات. المقادير اللي هقولك عليها دي هتعمل قالب كبير. معايا 3 بيضات وكوباية سكر عادي من بتاع الشاي، بس اهم حاجة الكوباية اللي تعايري بيها تبقى متوحدة، يعني اي معيار هتاخديه بنفس الكوباية. 3 بيضات اهو، هنكسرهم في بولة. وطبعا طالما في بيض يبقى لازم فانيليا. انا عشان معايا فانيليا خام هحط كده حبة صغيرة، لو انت معاكي بواكي حطي باكو فانيليا. هنضرب بقى بالمضرب او في الخلاط او بمضرب يدوي، بس هتطولي المدة شوية. يبقى يا اما خلاط يا اما مضرب كهرباء، او لو مضرب يدوي هتبقى المدة اطول شوية. هنضرب البيض كده اهو لما لونه يفتح معانا خالص، يعني طولي بالك شوية كده وانت بتضربي. شايفة بقى لونه عامل ازاي؟ اهو لونه يفتح معانا بالطريقة دي. هننزل عليه بقى بكوباية السكر، زي ما قلت لك كوباية سكر الشاي العادي جدا. ولو سكر تموين تمام شغال، مش هيقولك لا. اهم حاجة تضربي فترة طويلة البيض مع السكر، علشان عايزة السكر بتاعي يدوب خالص، مش عايزة يكون فيه اي اثر للسكر معايا. يعني حوالي من 5 ل7 دقايق كده اضربي فيهم، ما تمليش. زي ما قلت لك يا اما مضرب كهرباء يا اما خلاط او بمضرب يدوي، بس طولي المدة شوية. شايفة كده بقى لونه عامل ازاي؟ لونه فتح خالص كده اهو، بقى كريمي كمان. كده معناها ان السكر داب معايا. هنزل عليه بكوباية الا ربع زيت. زي ما قلت لك نوحد الكوباية، نفس الكوباية اللي بتعايري بيها كله، كوباية الا ربع. تمام كده. وهضرب برضو الكلام الحلو ده مع بعضه. طب ايه انا يا ماما نانا المكون اللي قلتي عليه؟ انت لسه لغايه دلوقتي ما قلتيش حاجه جديده. لسه اصبري عليا، اصبري معايا، خليكي بس معايا كده لاخر الفيديو. هنضرب الكلام الجميل ده مع بعضه، وبعد كده هننزل عليه بكوبايه لبن او حليب، عشان بعض الاخوه العرب بيقولوا على اللبن حليب. احنا في مصر بنقول عليه لبن. هم عندهم اللبن ده اللي هو الزبادي. احنا عندنا ده لبن والزبادي زبادي. انتوا عندكم ده حليب واللبن هو الزبادي. هننزل بقى عليه بكوبايه دقيق ذرة، بيتجاب من عند العطار او العلاف، في منه الابيض وفي منه الاصفر. هاتي اللي يعجبك فيهم، الاتنين مش فارق فيهم حاجه، الابيض او الاصفر عادي. كوبايه دقيق ذره، بس طبعا الابيض هيخلي الكيكه معاكي فاتحه فاتحه اكتر. وادي تاني كوبايه دقيق ذره، زي ما قلت لك نوحد الكوبايه، اهم حاجه في المعيار. خليكي كده معايا واحده واحده. الكوبايه التالتة بقى اهو، بعد ما داب خالص كده دقيق الذره، الكوبايه التالتة ده دقيق متعدد الاغراض اللي بنعمل بيه الكيكه العاديه. طب ليه يا ماما نانا انت قلتي دي كيكه ذره، كيكه دقيق ذره، يعني البسيسه كيكه دقيق ذره، ليه حطيتي عليها دقيق متعدد الاغراض بتاع الكيكه العاديه؟ انا هقول لك يا حبيبتي، لو انت عملتيها بدقيق ذره بس، تيجي تاكلي القطع هتلاقيها بتعمل لك شرقه، بتشرقك زي ما بيقولوا كده، بيبقى عندك شرقه. الكوباية دي هي اللي هتختلف معاكي، هتخلي مفيش الشرقة دي في البسيسة أو في كيكة الذرة.
يبقى كوباية دقيق متعدد الأغراض بتاع الكيكة العادية مهم جدا إن يتحط. هنا لقيت الخليط تقيل شوية معايا، فأنا هجيب كده نص كوباية لبن وهنزل شوية بشوية لما الاقي الخليط معايا كويس. احنا عارفين ان الدقيق مش كله زي بعضه، في دقيق بيشرب السوائل ودقيق لا. هي كده خدت معايا نص كوباية لبن، يبقى خدت معايا كوباية ونص لبن، المعيار كله على بعضه. انت حطي في الاول كوباية، ولو لقيتيها محتاجة عشان انت مش عارفة الدقيق بتاعك بيشرب سوائل ولا لا، لقيتيها محتاجة تحطي شوية بشوية. كده وصل معايا اهو للقوام المطلوب. ركزي بقى في الحتة اللي جاية دي عشان هقولك عليها السر. هنا معايا باكو بيكنج باودر، تمام لغاية كده تمام. السر بقى في معلقة الخل. خل اللي هو الخل البيتي العادي، هتحطي معلقة منه. ده هيفرق معاكي جدا في هشاشة الكيكة. أي كيكة بتعمليها، كيكة أو بسيسة أو أي حاجة، حطي فيها معلقة خل مع البيكنج باودر. بتشغل معاكي البيكنج باودر، بتخلي الكيكة بتاعتك هشة، بتخلي مسامها ضيقة، بتخليها فاتحة. أنا بقى معايا القالب أهو زي ما قلت لك كده، بياخد قالب كبير دهناه زيت أهو، وهنزل عليه بالخليط بتاعي. انزل طبعا بالخليط كله كده بالاسباتيولا كده، انزل الخليط بتاعي كله في الصينيه. تمام، قولي تمام. طبعا الفرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180. لما تيجي تعملي كيكه سخني الفرن اول ما تبدأي في الكيكه، وهنهبدها كده هبدتين محترمين كده على الرخامه وندخلها الفرن. كده بعد ما طلعت من الفرن اهي، بس لسه سخنه، ما تقطعهاش غير لما تبرد. تبرد خالص نبدأ نقطعها. تعالي بقى كده نقطعها اهي ونشوف الجمال. تعالي خدي حتة، بصي عاملة ازاي، بصي هشة ازاي وفاتحة ومسامها ضيقة. ده من معلقة الخل اللي حطيناها مع البيكنج باودر اهي. اعمليها بقى واكتبي لي في الكومنتات طلعت ازاي، واكيد من ايدك هتبقى احلى. بس ما تنسينيش اولا بدعوة حلوة، ثانيا لو لسه ما اشتركتيش في القناة فضلا وليس أمرا، بسرعة بسرعة اشتركي في القناة، فعلي زر الجرس خليه على الأسود عشان يجيلك إشعار بأي فيديو جديد بنزله. وكمان الكومنت القمر اللي زيك واللايك، ما تنسينيش في اللايك، أهم حاجة اللايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.